أهلا بيكم في بودكاست جديد. ضيفنا النهارده دكتور من نوع خاص جدا، دكتور بيقتل الناس بالكلام الحلو والوصفات الوهمية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا يا دكتور، أنا جاي أحرر الناس. خلينا نبدأ بأشهر مرض، السكر. الأنسولين ده سم بيدمر البنكرياس، والميتفورمين بيقتل الكلى. السكر مش مرض أساسا، ده اختراع شركات الأدوية. كل اللي نفسك فيه واشرب قرفة بالقرنفل وهتخف. تمام، خلينا نتكلم بالدليل. الانسولين انقذ ملايين الارواح من سنه 1921. الميتفورمين عليه الاف الابحاث وبيطول العمر. السكر بيتشخص بتحليل دم مش براي شخص. اللي بيقول لك بطل علاجك مش بيحررك، ده بيدفنك. طيب ندخل على الكارثه الثانيه، السرطان. العلاج الكيماوي سم بيقتلك قبل السرطان. انا عندي وصفه طبيعيه، كركم وزنجبيل ومشمش وبذرة المشمش. شركات الأدوية بتخفي العلاج عشان تكسب فلوس. ابعد عن المستشفيات، الطبيعة هي الحل. الحقيقة أن نسبة الشفاء من سرطان الثدي المبكر فوق 90% بالعلاج، وسرطان الدم عند الأطفال نسبة شفائه 85% بالكيماوي. بذر المشمش فيه سيانايد، وده سم قاتل. كل يوم المريض بيتأخر فيه عن العلاج الحقيقي الورم بيكبر والأمل بيقل. ومريض الفشل الكلوي هتقول له إيه؟ الغسيل الكلوي ادمان، لما تبدا مش هتبطل. انا عندي وصفه، ميه بليمون على الريق وصمغ عربي وبقدونس مغلي، هتنظف كليتك في اسبوع. لما الكلى توصل ل 10% من وظيفتها، الغسيل هو اللي بينقذ حياتك. مفيش عشبه في الدنيا بترجع الكلى المتدمره. اللي بيتاخر عن الغسيل بيموت مسموم بفضلات دمه. الكلى بتتعالج بالعلم مش بالصمغ العربي او البقدونس. طيب ومريض خشونة المفاصل المتقدمة، الدكاترة بياكلوا من جيبك. اربط ركبتك بزيت زيتون سخن وتين ناشف وبصل سخن قبل النوم، ودلكها بزيت زيتون مع توم وكمون. الجراحين بيتاجروا بآلامك. تغيير المفاصل من أنجح العمليات في التاريخ وبيرجع المريض يمشي طبيعي. زيت الزيتون للأكل، التين للتحلية، مش بيرجع غضروف التاكل. الألم اللي يمنعك إنك تعيش محتاج جراح مش عطار. طيب يا دكتور، والضغط العالي؟ أدوية الضغط بتدمر كبدك وكليتك. فص توم على الريق مع كركديه بارد وضغطك هيتظبط طبيعي. الضغط العالي مش خطر، ده طبيعي مع سن. الضغط العالي هو القاتل الصامت، بيسبب جلطات وسكتات دماغية. التوم والكركديه مش بدائل للدواء، ومفيش حاجة اسمها ضغط طبيعي مع السن. الجلطة ما بتقولش أنا جاية، بتيجي فجأة. طيب وتطعيم الأطفال؟ اللقاحات فيها سموم وزئبق وبتسبب التوحد. المناعة الطبيعية أحسن. سيبوا أولادكم ياخدوا المرض ويتعافوا طبيعي. الجدر انقرض من الأرض بفضل اللقاحات، وشلل الأطفال شبه انقرض. مفيش أي علاقة بين اللقاحات والتوحد. اللي بيمنع طفله من التطعيم بيخاطر بحياته. طيب يا دكتور، بالنسبة للمرض النفسي، مضادات الاكتئاب إدمان. الاكتئاب مش مرض، ده ضعف إيمان. صلي وقوي إيمانك. الأدوية النفسية سم. الاكتئاب مرض حقيقي له أساس بيولوجي في المخ، والأدوية بتنقذ الناس من الانتحار. الإيمان مهم بس مش بديل للعلاج الكيماوي للمخ. مريض الاكتئاب زي مريض السكر محتاج دواء وأنظمة الديتوكس. جسمك مليان سموم، اشرب عصير ديتوكس 7 أيام، والكيتو هيشفيك من كل الأمراض. الأكل العادي سم. الكبد والكلى بيعملوا ديتوكس طبيعي 24 ساعة ببلاش. مفيش دراسة بتثبت ان العصاير بتشيل سموم. جسمك محتاج اكل متوازن مش وصفات سحرية. طيب وهرمونات الرجولة؟ كل الرجالة عندهم نقص في التستوستيرون. خد مكملاتي طبيعية وهتبقى ذكر بجد. الأدوية الهرمونية سم. نقص التستوستيرون بيتشخص بتحليل دم مش بإعلانات. أغلب المكملات دي ملهاش دليل. الرجولة والمناعة محتاجة تمرين ونوم وتغذية مش كبسولات وهمية. وأخيرا، صحة المرأة والولادة. القيصرية مؤامرة، السونار بيأذي الجنين، حليب الأم بس، والفورمولا سم. أدوية الحمل بتشوه، اعتمدي على الأعشاب. القيصرية والسونار بينقذوا حياة أمهات وأطفال كل يوم، والأعشاب المجهولة هي اللي ممكن تسبب إجهاض. شياطين الطب موجودين في كل تخصص، بيلبسوا لبس العلم أو يبيعوا الوهم. لا تستمعوا لشياطين الطب ولا تعجبوا لمن اتبعهم، فمن اتبعهم فقد ضل وأضل.